الأيام أنا حادثة يروي لي إياها عن قرب مو بعيد، يعني يروي لي إياها السيد صادق الشيرازي الله يطول عمره. الله يديم ظله. سيد صادق في يوم من الأيام قبل محرم بأيام قال لي فرد يوم من الأيام رجل من آل الشيرازي عالم، بس أنا من الأسماء مو بذهني، يمكن سيد عبد الهادي أو غيره، ومعاه رجل يقول من أرحامنا قريب من عندنا بس مو من آل الشيرازي، كانوا يدرسون سوية البحث والآذي والترتيباتهم دروسهم، الله يشهد يعني من لسان المرجع إلى إذني قبل أشهر. يقول وصل في يوم من الأيام رأى رؤيا هذا السيد الشيرازي بالمنام، رأى رؤيا بهذا صاحبه اللي هو نديمه بالدراسة بالبحث بالشيء. يقول لما دخل عليه للدرس سأله، قال له يا أبا تعال اريد اسالك قبل لا نبدا بحثنا ودرسنا، انت صاير خطيب؟ يعني انا ما ادري، هو مو خطيب، ما له مهنه خطابه ومنبر وشيء. يقول قال له ما الخبر شنو؟ قال له انا البارحه بالمنام قاعد بغرفتي بهالبرانيه الصغيره اللي هي 4x4 او شيء، غرفه صغيره، او دخلوا اثنين شايلين كراسي، دخلوا بالكراسي ناس نورانيه جلسوا على الكراسي، واذا بهم حسب معرفتي يقول انا ما تدخلت بالحديث ولا شاركوني بحديث، وانما الموضوع اللي صار امامي وشفته اللي قاعدين على الكراسي الامام الحسين وابي الفضل العباس سلام الله عليهما. قال له طلع سجل الخطباء، سجل الخطباء طلعه خلينا نشوفه. طلعوا سجل الخطباء أهل المنبر، يقول وإذا بالإمام الحسين يقول لي أبي الفضل العباس امسح الاسم الأول قمة الهرم، منو كان أبرز خطيب ذاك اليوم؟ مسحوه. التفت قال له سجل فلان بمكانهم، سجلوك أنت بالأول، في حين أنا أدري أنت ما عندك منبر. يقول الرجل أولا السيد أجهش بالبكاء، ثم التفت قال له خلي أقول لك شنو الموضوع، احنا الآن مو علينا محرم الحرام؟ أنا أول ما دخل محرم قلت أنا ليش محروم من هاللذة، ليش محروم من ذكريات الحسين ومصيبة الحسين؟ مريت بالمكتبة اشتريت مقتل الإمام الحسين، واتفقت مع عائلتي أن في كل ليلة نجتمع نخصص ربع ساعة ثلث ساعة نبدأ بالمقتل بخروج الحسين من المدينة حتى نكمل المشوار مع الحسين. ليش احنا محرومين؟ والآن صار لنا فترة يومية بالليل أجتمع أنا وأطفالي وزوجتي